ابحث عن مطلقة كويتية. الابلكيشن ده طرش يعني. فاونديشن. الشورتس خربت مخي خلاص باظت. احيانا بصور كل ده فيرتيكال. طيب ده اول فلوج ممكن ينزل على اليوتيوب، فطبعا بقى يعني نتغاضى عن اي اصوات هنسمعها، ديك قطط مش عارف اي حاجه ايا كان بقى، يعني فاهم. الساعه لسه كام؟ هنقوم نشغل الساعه. طيب الساعه 6:15 يعني. الحمد لله صلينا الفجر، وعندنا يعني النهارده في شويه حاجات حلوه كده كتير. عندنا جلسه اديت عنيفه هنخلصها دلوقتي، وبعد كده هنفطر ونروح نتمرن، وعندنا تشيت ميل اللهم لك الحمد. يعني هنودي جامد مع الشباب النهارده في التشيت ميل دي. يعني بقى نتغاضى عن شكلي بقى، انا لسه صاحي لسه صاحي بالمنظر ده. فهنقول الاذكار سريعا ونبدا جلسه اليد العنيفه. وعندي كام حاجه كده عايز اتكلم عنها في الجيم، فممكن تسكيب الحته دي لو انت عايز تروح للحته المهمه يعني، او الحاجه المهمه في الفلوج ده. ممكن تسكيب لحد الثانية اللي هكتبها لك على الشاشة، اكتبها هنا كده مثلا، تعال نقول هكتبها هنا. فممكن تسكيب لحد الثانية دي وفكك من الكلام ده كله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طيب خلصنا الفيديو، عملت له سكيدجول، هينزل على الساعة 12:30 كده. فيديو مهم، واللي في الفيديو ده انا هقوله في الجيم يعني يعني هستفيد فيه بقى شوية في الجيم، مش هلخصه. وبس. فالوقت هنقوم نعمل الوجبة اللي المفروض ناكلها قبل الجيم ونروح نودي. عامة حسيت ان انا مش جعان، فقلت ايه ناخد 3 بلحات على السنة كده. وكمان برضو ايه عندنا بقى تشيت ميل، فعايزين برضو ايه ما نبهوقش في السعرات بتاعت اليوم العادية اصلا، عشان يعني نعرف نودي برضو في التشيت ميل وكده. فبس هناخد ال3 بلحات دول، ناخد بقى اليمين بقى وبص نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد بايدينا اليمين. هنخلص ال3 بلحات دول نمشي على الجيم على طول. الساعة دلوقتي 8:47 يعني، أعتقد ما خدتش وقت طويل في الفيديو ده. بس كده الشنطة جهزت، نبرفن الدنيا ونروح نودي. طيب احنا دلوقتي في الجيم، عندنا تمرينة بوش عنيفة. هنلعب فلات باربل بنش بريس، كوستال كيبل بريس تقريبا، لاترال ريزس بالكابل. برضو عندنا تشيست سبورتد دمبل كيك باك، بس انا كرهت الدمبل فهلعبها برضو بالكابل. مش عارف بقى تشيست سبورتد ولا لا، مش هتفرق كتير، بس ممكن العبها عادي. هنلعب فرونت دمبل بريسز. عندنا شويه تمارين حلوه، وعندنا اب كرانشز بالروب. فهنودي يعني تمرينه سخنه وطرش الطرش، يعني بحب اعشق التمرينه دي الصراحه. فهنسخن. وحاجه مهمه في التسخين، ما تعتمدش على الدايناميك ستريتشز بس، يعني اعمل دايناميك ستريتشز واعمل مجاميع احماء. يعني الورم اب سيتس مهمه فشخ، مهمه جدا، فما تكنسلهاش. يعني الناس اللي بتروح عامله شويه الدايناميك ستريتشز وشويه الحاجات العاديه دي وتروح داخله باعلى وزن ليها او غيره، ما تضيعش نفسك على الفاضي وهتتصاب ووش، يعني هتعمل لنفسك وش على الفاضي، فاهم. فهنعمل مجاميع احماء، وبرضه هنعمل شويه دايناميك ستريتشز حلوين كده. وبعد كده نودي في اول مجموعه. انا هصور لكم الايه التوب ست بتاعت كل مجموعه هخشها. انا بلعب توب ست وباك اوف ست، ويلا بينا. فهنسخن نخش على اول جهاز. وايه التسخين ده الشكل ده مهم قوي يعني، فحاول تدخله عندك في الايه في في التسخين بتاعك يعني. انا كده جاهز اخش الورم اب ست. فهنخش نودي ورم اب ست على الفلات باربل بنش بريس. هنلعبه على السميث عشان انا بعشق الجهاز ده الصراحه، عشان عندي مشكله في ايدي الشمال. هي مش مشكله في ايدي الشمال يعني، زي اي بني ادم طبيعي الجنب ده اضعف من الجنب ده فوق وتحت. انا عندي رجليا الشمال اقوى من اليمين، وعندي فوق النص اليمين اقوى من النص الشمال، فدي حاجه يعني اكس كده، فاهم.
فهنودي على السميث عشان الموضوع ايه ما يبقاش فيه فرق هنا وهنا والدنيا تبقى زي الفل يعني. فيلا بينا. انا بس ايه كنت مسجل اوزاني على ابلكيشن كده اسمه فيت نوت تقريبا. الابلكيشن ده طرش يعني، او اي ابلكيشن انا عامه بتسجل عليه اوزانك يعني، انت عشان تبقى عارف انت المره الجايه هتعمل ايه وهتلعب ايه وجبت كام عده المره اللي فاتت وكان باقي كام عده في التانك والحوار ده. محتاج ابلكيشن يراجع معاك الموضوع ده عشان انت لو بدماغك هتنسى. فهنفتح الابلكيشن دلوقتي اعرف ايه الدنيا وبعد كده ايه اصور التوب سيت على طول. يعني انا مش هصور ورم اب سيتس، هنخش في الورم اب سيت واكون عارف انا هعمل ايه ونروح داخلين في التوب سيت على طول. بسم الله بسم الله. نعمل قرش بسيط في الظهر وبص على الجلوتس نزلها تحت كل حاجه تمام. بسم الله مظبوطه. بسم الله. مجموعة عنيفة الصراحة. stay hydrated. طيب أنا خلصت المجموعة التانية كالعادة، هخلص هروح مسجل الأوزان. الحمد لله في التوب سيت جبنا عدة زيادة وفي الباك اوف سيت جبنا عدتين زيادة. ومن الآخر يعني موضوع التوب سيت وباك اوف سيت أحيانا بصور كل ده فيرتيكال. أنا نسيت خالص. يا نهار أبيض يا نهار ابيض، انا كل ده بصور فيديو انا مش واخد بالي. طب معلش بقى، جديد يوتيوب وكده بقى يعني، جديد يوتيوب فيعني الشورتس خربت مخي خلاص باظت. يا لهوي على العبث. انا عمال اصور في كل ده فيرتيكال ومش واخد بالي خالص ان انا الفيديو ده هينزل يوتيوب اصلا. الله يخرب بيت الشورتس واللي عملته فينا الشورتس. يلا معلش غلطات فنيه يعني ايه تتعدل مع الوقت وكده كده واحده ايه واحده بنودي سوا يعني. المهم انا نسيت انا كنت بقول ايه. الشكل اللي تخلصه سجله على طول. الحمد لله زي ما قلت ايه جبت عده زياده في التوب سيت وعدتين زياده في الباك اوف سيت. من الاخر موضوع التوب سيت والباك اوف سيت ليه انا مرتاح عليه، بس انت اتمرن على النظام اللي يريحك وخلاص. هو ايه النظام نفسه؟ ان انا بورم اب كويس قوي وبروح داخل باعلى وزن اقدر اجيبه و تو فيلير يعني الفشل العضلي على طول. بعد كده بنزل من الوزن ده تقريبا تعال نقول 20% وبجيب الباك اوف سيت وبرضه تو فيلير يعني ما فيش او بهزرش في عده يعني فاهم. ممكن ار واحد. ممكن برضه نشرح فيما بعد موضوع الار ده او العده في التانك. تعال نقول عده في التانك بقى عده واحده في التانك اللي هو ريبس ان ريزيرف. المهم الشكل اللي انا دخله ده اللي هو الفرونت دمبل ريزز فرونت دمبل بريس ريزز ايه هدخله عشان انا في اليوم البوش التاني بلعبه على الماشين. بس انا بصراحه بعشق التمرين ده بالدمبل فخلينا نودي بالدمبل كده وايه وما نسميش على الاوزان. بس انا لازم اسمي على الاوزان عشان التمرين ده بقالي كتير قوي ما لعبتوش. التوب سيت بتاعتي كنت بجيبها بال 25 كيلو للدراع الواحد، فاعتقد الموضوع ده اكيد هيبقى صعب دلوقتي. فممكن ايه نجرب كده بال15 نشوف الكلام رايح على فين. ده عادي يعني، انت ممكن لو انت لسه نازل زي حالاتي كده ومريح فتره ولسه راجع واحده كده جرب. مش لازم تطلع للاوزان اللي انت كنت فيها مره واحده. عادي الذاكره العضليه هتبدا تجيب معاك واحده وتلاقي نفسك التكنيك ظابط والاوزان بدات ترجع تاني. كل حاجه تمام مع الاكل طبعا والنوم. ظبط بس الحاجات دي وبعد كده واحده ايه هتلاقي اوزانك بدات ترجع. فالموضوع يعني عادي ما ياثرش على نفسيتك في حاجه يعني. عشان بس بكلم ناس انا مش قادر اشيل ال5 كيلو وال10 عادي. كلنا بدانا بال5 كيلو وال2.5 عادي يعني ما فيش حاجه. بس فهنودي دلوقتي مجموعه ب15 ونشوف الكلام رايح على فين. خلينا بقى نخش المجموعه نجيب بال15 ولا نجرب بال20 15 ولا 20. بفكر بال20 كده ممكن نخبط خبطه بال20 كده نشوف الكلام على ايه. بسم الله. بقالي كتير قوي ما وديتش بالتمرين ده بس يلا هنشوف. بسم الله. بسم الله.
خفيفة الحمد لله. 1 2 6 7 8 9 10. الضمبل ما يخبطش في التاني فوق. 11 12. انا عندي عدة كمان في التانك، يعني في عدة كمان في التانك. طيب حادث طفيف كده لكن ربنا نجانا منه يعني. ما ترميش الدمبل، يعني ما تجيش ترمي على الراك. يعني مثلا الراك اهو في البتاع الصفرة دي، فانت ما تبقاش ماسك الدمبل وتروح ايه رايح اللي هو دي يعني الدمبل لسه فالت مني ورجع ورا، فايدي انا جت على الحديد، فخلي بالك يعني من حاجه زي كده. بس ستي سيف يا شباب، بس عتلوا يعني ستي سيف وعتل بس كده. يلا بينا. ممكن كمان نرجعه ورا سن عشان انا اصلا هلعب شكل كده حلو من الاشكال الجميله اللي بحبها، اللي هو كيبل بريف. شيت. اوكي انا مش فاكر الميزان، فنفتح الابلكيشن. طيب انا كنت حاطط المره فاتت 5 بلاطات وجبت بيهم 10 عدات، فيلا بينا. ادي 5 بلاطات 2 4 5، وادي 2 4 5، وجبنا بيهم 10 عدات. بسم الله هنحاول نجيب. على فكره مش شرط انك تزود عدات في كل مجموعه، يعني عادي ممكن ممكن تزود في شكل وشكل لا عادي، يعني مش شرط كل الاشكال نفسك بتزيد فيها. طيب لو انت بتقابل المشكله بتاعت الميزان دي، ممكن تمسك كده تروح برجليك ايه مودي ده، بتضمه كده بتحمل على البايسبس، وده نفس الكلام، ويبقى كده هوب ونودي. طبعا الساعه تتكسر فمحتاجين نرجع تاني. طيب يلا كمان مره. بسم الله. اوبا. عدى زيادة جامد. فيلا بينا كده، بقينا كده خدنا التوب سيت هنا، بقينا مجموعة كمان وهنخش بعدها ال lateral raises. بعشق التمرين ده. هقول لكم على تركية حلوة فيه كده. انا المفروض كنت هتكلم في حاجة مهمة في الجيم، والكلام كان هيكون عن المكملات، فهنخلص المجموعة دي ناخد هدنة كده نتكلم عن المكملات، وبعد كده نخش تقريبا عندي 3 اشكال. هنخش الكيك باك واللاترال لاترال ريزز وايه تاني والكرانشز. فهنخلص الشكل المجموعه دي وناخد هدنه 3 دقايق ولا حاجه نتكلم فيهم عن الموضوع ده. طيب جينا للكلام المهم. المكملات يا عالم يهو اسمها يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده اسمها مكملات. بمعنى انا لو راجل احتياجي من البروتين في اليوم 200 جرام بروتين، خدت منهم 170 جرام بروتين، باقي لي 30 جرام بروتين. حلو، احنا كده ماشيين الموضوع واحده واحده اهو. فانا باقي لي 30 جرام بروتين، انا ما عنديش خلاص بقى فاهم الاكل بقى هنا، ومش هقدر اكل جرام بروتين واحد تاني، تمام؟ بس ممكن ايه اشرب عادي. فساعتها اقول لك قشطه، انت راجل مقتدر وعندك الامكانيه ان انت تجيب الواي بروتين وتلتزم عليه، هاته. طيب اجيب منين والانواع ومش عارف ايه؟ بص،
انا ما اعرفش ومش هرشح حاجه، انا ما اعرفش. انت دور، انت راجل اضرب مصلحتك واضرب جيبك واضرب الميزانيه اللي معاك، دور على انظف الانواع اللي موجوده في السوق. يعني من الاخر، يعني الخلاصه ما تسمعش كلام انفلونسرز كتير من الاخر، عشان بيبقى الموضوع سبونسرد وناس مدفوع لها فلوس. ما بخشش في نيه حد، بس فعلا في ناس ما عندهاش الحته دي وقشطه بيقولوا خلاص. وفي ناس بيبقى عندها ضمير. يعني مثلا كابتن محمد احمد لما موضوع شركه باندا بروتين طلع ومش عارف ايه، قال لك لا، في طرف ثالث دخل في الموضوع وهو اللي هيحلل، والنتيجه لو طلعت وفي مشكله انا هطلع وهقول فاهم. في ناس قشطه عندها الحته ان هي تطلع تقول انا غلطت واعتذر للناس ومش عارف ايه، وفي ناس ما عندهاش بقى الكلام ده، هي الشركه بقى مضروبه مش مضروبه وخد فلوسه وخلاص. طيب انا ما عنديش الامكانيه اصلا، والبروتين اللي عندي في اليوم اساسا مش موجود. صدقني البروتين او الواي بروتين اللي انت هتاخده مش سحر، يعني مش اللي الحاجه اللي هتاخد بقى السكوب خلاص هتلاقي نفسك نفخت ومش عارف ايه. الكلام ده مش حقيقي خالص، ما هو الا مكمل زي ما قلنا في النقطه الاولانيه. فدي نقطه الواي عشان بس الناس تبقى فاهمه. انت خلاص بقى ما عندكش الامكانيه اصلا ان انت اصلا تجيب احتياجك من الاكل كماديه، ما عندكش امكانيه انت تجيب احتياجك من الاكل وتقول لي مثلا انا بحوش عشان اجيب علبه واي او غيره. بتحوش لايه؟ روح اشتري فراخ، روح اشتري بيض، روح اشتري لبن، روح اشتري جبنه. دي الحاجات بقى اللي تفيدك، انما ما تقوليش عايز اروح اشتري واي او عايز اشتري ماس جينر. لا يا باشا، الحاجات دي بالنسبه لك دلوقتي هي مش قيمه مقابل سعر، ولو حسبتها اصلا كقيمه مقابل سعر بقى الاكل افيد لك مليون مره وقيمته اعلى مليون مره وسعره اقل مليون مره، فما تقارنش دي بدي. بس فاحنا كده فهمنا المكمل ده رايح لمين. هل طيب مكمل زي الكرياتين لو انت هتلتزم عليه فتره كبيره هاته، وقادر تجيبه على مدار فتره طويله هاته. يعني عندك استعداد مثلا تاخد الكرياتين 2-3 ورا بعض، 4 سنين ورا بعض، عندك الامكانيه دي. والكرياتين مش غالي، بس اللي اعرفه ان في ناس بتحاول عشان تجيب علبه وهو بالنسبه له خلاص. لا، لو انت في دماغك كده ما تجيبهاش. طب انا راجل في دماغي مثلا ان انا عارف ان انا هاخده مثلا 2-3 ورا بعض، هاخد كرياتين 2-3 ورا بعض، ماشي هاته، ساعتها هتستفاد منه. طب انا راجل مثلا تعالى نمسك في البري ورك اوت على شكلتهم بقى المكملات كلها، مش شرط ده بس او ده بس او ده بس مثلا البري ورك اوت. انت راجل يعني هو البري ورك اوت ليه استخدامات معينه، مش شرط قبل كل تمرينه، هو ليه مواعيد معينه. هو هيديك شويه بار وعشان في سيترولين وعشان في كافيين وعشان لكن برضو في ناس عمل لها مشاكل. يعني في ناس عندها مشاكل من الكافيين وهي ما تعرفش، بس هي بالنسبه لها الله مكملات بتاع لونه حلو مش عارف ايه طعمه مش عارف ايه. كل الكلام ده ما بياكلش عيش. انت لو راجل قادر تلتزم بكوبايه القهوه اللي قبل التمرين زي الفل، يعني انت مش محتاج اكتر من كده بالنسبه لي، فاهم. انما كل الكلام ده هو كلام مستحدث عشان يبيعوا بيه مش اكتر. بس هل ده معناه ان انا مثلا مع الوقت وربنا كرمني وجالي سبونسر من شركه هل مش هسبونسر؟ لا هسبونسر. ليه؟ استفدت من الموضوع في ده. بس انا بوضح لك انت كواحد هتستهلك المناسب ليك ده او ده او ده. ما يجيش حد يضحك عليك يقول لك تعالى اقول لك على المكمل السحر الخيالي اللي مش عارف ايه. لا، انت تبقى عارف المكمل ده بتاع ايه والمكمل ده بتاع ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه واستخدامه ده هستفاد منه امتى واستخدام ده هستفاد بيه امتى واستخدام ده هستفاد بيه امتى. لازم تكون عارف الحاجات دي، او عارف الحاجات دي عن اي مكمل او اي نوع فيتامين هتاخده، ومناسب للدايت بتاعك ولا لا، مناسب لحالتك الصحيه ولا لا. في ناس لو الناس عندها الضغط ممكن البري ورك اوت يعمل لها مشاكل اصلا. فلازم تبقى واخد بالك من الحاجات دي. دور كويس على اي مكمل قبل ما تاخده، اعرف المكمل ده بيعمل ايه وهستفاد بيه ازاي والسايد افكتس بتاعته ايه. لازم تكون عارف كل الكلام ده قبل ما تستخدم اي مكمل غذائي. ده بالنسبه لي الكلام اللي انا كنت عايز اقوله في الحته دي. ما توشش دماغك بالترند، ما توشش دماغك باللي داير باي كابتن جيم يقول لك خد ده وخد ده وخد ده وخلاص. ما تخلوش يبيع لك وخلاص، ما تخليش اي حد يبيع لك وخلاص. ربنا انعم علينا بالعقل، يعني نشغله شويه. طيب ريحنا شويه، فهنودي في الثلاث اشكال اللي باين لنا. عندنا لاترال ريزس، وهقول لكم برضو على حاجه حلوه كده استخدمها بقالي فتره والصراحه فارقه معايا جدا. تعال نجيبها باختصار شديد. دي يا باشا ايه كده، وهي استخداماتها مفيش اكتر منها، يعني ليها كذا استخدام. اهو ممكن اعملها كده وايه انزلها كده واروح في الكابل واركب الحديده دي، هروح مركبها في الكابل والعب بيها كده. فبس صراحه جامده، يعني بتعزل لك الريست خالص عن الموضوع. عايز اوريكم برضو ايه الدنيا بتمشي ازاي. دي هنظبطها على مستوى الركبه، او
يعني انا بالنسبه لي بظبطها على مستوى ركبتي عشان ايدي طويله شويه، فايدي بتوصل يعتبر ايه لقبل ركبتي بشويه، فهتظبطها على ركبتك وتنزل يا باشا اهو. هي كده يعتبر قصاد ركبتي، وبخلع طبعا الهاند بتاعتها. انتوا طبعا مش شايفين حاجه، الهاند اهي خلعناها اللي كنا بنلعب بيها، واركب بقى ايه الحديده اللي قلنا عليها. وبسم الله نسمي الله. الثلاث بلاطات طلعوا، مفيش حاجه زياده مفيش حاجه ناقصه، انا تمام. بروح ماسك كده واميل قدام سنه وافرد ايدي واكنك بتبعد ايدك عن جسمك اهو. بسم الله. طبعا الكاميرا مش باينه حاجه، فخلينا نرجعها ورا سيكه كده. يلا بينا اهو. بسم الله بسم الله. ثمانية 9 جامد. مجموعة من الآخر، المجموعة موت. طيب إيه هي المشكلة؟ دي يعني يا الله مش عارف هبان ولا لأ. طيب دي الحركة دي، حاول لو لقيت حاجة مثلا اللي هي التمانية، اللي هي على شكل 8 دي، وتتركب في الدراع وهي فيها اللي هي فيها الهوك نفسه، وبتركب على شكل 8 بحيث بقى راكبه في ايدك خلاص. انما دي مره كنت شايل وزن والبتاع دي راحت، فطبعا بقى الوزن طار وحاجه يعني ايه قمه في العبث وممكن تتصاب ووش. فخلي بالك يعني لو انت هتشتري حاجه زي كده ما تجيبش الستايل ده. يا دوب قفلت الفيديو اللي بقول لكم البتاعه دي بتتفك اهو. بره وصلت كل حاجه طارت، فهي مش امان قوي الصراحه. بس خلينا نلعب بالايه بالدراع الشمال الاول عشان برضو تبقى الزاويه واضحه لكم. دي واحد، حاسس ان انا زودت وزن غلط. 2 3 لو جبنا 6 هتبقى رايقه. 5 6. الوزن مش قوي، بس انا برضو احاول ايه نجيب بيه العدات اللي نقدر نجيبها صح. يعني ممكن بعد 6 كنت اقدر اجيب عدات تانية، بس كانت هتبقى اوحش من كده، فاهم؟ يعني اللي انا جبته ده مش احسن حاجه، بس كانت هتبقى اوحش. انا الصراحه مع العتاله شويه، يعني برضو ده علم حلو وكل حاجه، بس انا برضو في سيكه كده عتاله. انا تعبت. هنخلص اخر شكل ودي اهمي برضو ايه وجبه قبل التمرين، ان انت بتديك برضو بتدق معاك شويه لقدام، يعني على عكس شويه الثلاث بلحات اللي انا اكلتهم دول ما يودوش قوي يعني، برضو زي ما احنا فاكرين يعني في كوبايه قهوه وبتاع مش عارف ايه، بس قشطه يعني. كله يهون لاجل التشيت ميل. هنودي اخر مجموعه وبعد كده نلعب كرانشز ونبقى خلصنا. المفروض عندي الصراحه المفروض بقى لي اسبوع ما بلعبش كارديو، ومفروض كان عندي يومين فيهم تمرين فاتوا، بس للاسف ما اتمرنتش عشان في يوم فيهم كان عندي تصوير، ويوم تاني حصل عندي حالة وفاة. فادعوا لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة كلهم إن شاء الله، ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. بس فبقالي كذا يوم يعني ما لعبتش الكارديو. أنا عن نفسي حاطط في الكارديو بتاعي يعني يومين سباحة، دول أنا بعتبرهم كارديو، يعني أنا مش رايح تمرين، لأن أنا بعوم كده بالحب. فبس حاطط يومين سباحة، ويومين عندي المفروض إيه بخبط كده ايه نص ساعه على العجله، واحيانا ممكن اتمشى. يعني انا النهارده كنت ناوي اتمشى، بس الصراحه برضو مش قادر، يعني رجليا مش احسن حاجه الفتره دي. يلا بينا قابلنا كرانشز ونبقى خلصنا التمرين ده. بصوا يعني هو تمرين كويس، بس يعني بشوف ناس برضه كتير بتعمله غلط. ايه البامب ده يا عم؟ ايه البامب ده يا عم؟ المهم خلينا هنا اهو. في ناس بقى اللي هو ايه واخدينها ايه بتاع كفار قريش. يا عم ليه يا عم؟ رايح فين وجاي منين؟ هو انت بتتني عمودك الفقري
يعني ده بحسسلك يعني بوضح لك بايه بشكل بلدي يعني اهو وكده بس بكل بساطه وسهوله وسلاسه ولا اي صعوبه يعني الموضوع سهل خالص. بس كده. هو بالنسبه لي انا ما بلعبش التمرين ده تو فيلير لان انا عندي مشكله في عضلات البطن، فالدكتور قال لي انا ما العبش تو فيلير. بس فهنخش كمان مجموعه نبقى خلصنا نروح ناكل يبقى بس كده خلصنا. اعلان ببلاش، ده اعلان ببلاش. عامل براند فراخ اللي هو ستريبس فراخ. قول حاجه مفيده، مجمدة. قول حاجه مفيده. هي حلمي يا اسطى يا ولا تشيز برجر. عشان تعرف الموضوع مش سهل ايه المايك الفشيخ ده؟ يا اسطى، ده الصوت هيبقى الصوت هيبقى قول حاجه يا سمر. ابو حلمي بلوجر البلد تشيز برجر. انا مش هعمل ريبوست للفيديو ده. لا ده هيبقى فلوج الجمعه بتاع يوتيوب. فاونديشن. حلو هذا يا جدعان. ما في ايدك ايوه بس اللي وقع. احنا بقالنا الساعه الا ربع بحسب هنطلب ايه؟ احنا بنشوف هنطلب انهي محل اصلا. ساعه الا ربع. مش هنطلب ايه ده لسه، ممكن نقعد نص ساعه عشان نعرف احنا هنطلب ايه. قطعتين وقطعتين بيبقى غالبا بيتطلب قطع فراخ وقطعتين طرب؟ يا دين ده طرش ده. باذن الله وانا كمان في شهر واحد اكون خدت اعفاء الجيش باذن الله وانا اشوف بره. عمرك ما هتاخد هومي. صوتك مش انت اهو، صوته مش سامع. انا عمري بالنسبه لي عادي. دخلت ما دخلتش ده دخلها والله. خلي بالك بقى اللي ما بيحسبلهاش ولا ما بيخشش. ما انا بقول لك ابو نوفل اسماعيل انت ماسكين اقتصاد البلد شرق وغرب. اعمل تموين عيش. تموين عيش. تموين ايه؟ بلد وابيض. ابحث عن مطلقه كويتيه. طلع يابا الفلوس. الوجبه بكام؟ ايه ده 130 ايه ده 130 وانا كده عليها كام؟ ده ب 15. و130 يبقى 210 هم 200. 190 يا عم 190. حلو. طبعا يا عم لا هي شكلها ما تفتح. ما هو فتح اهو يا عم. اضرب اضرب اضرب. ستوري تايم يعني الوجبات يعني ايه بقى طرش الطرش. ده حاجه جامده. ولا انت مش عايزه سبايسي؟ اتمنى اللي مش معاه سبايسي وانت اللي معاك سبايسي عشان اخد. دي اجمد تشيت ميت بقى. يعني هو ده اللي تشيت ميت، هو ده كده بنتشيت عشان ما نغلطش الغلطه بتاعت الصبح. انا رجعت البيت. صراحه تقلنا فشخ، انا تقلت فشخ في الاكل يعني. فصراحه حاسس ان انا بكبس كبسه هباب يعني. ما بقول له يعني هيروحوا كده ايه، كل واحد اللي هيغير ولا هيشوف دنيته كده وعايزين يطلعوا تاني يعني ايه نحلي بقى. فالموضوع صعب الصراحه. انا عن نفسي يعني مفيش نفس اصلا. دي كانت التشيت ميل وانتهى. المفروض كان فلوج اليوم. فدلوقتي هنزل فيديوهين، واحد على فيسبوك واحد على يوتيوب، ريلز وكده فيديوهات قصيره يعني. وده يعتبر اول فلوج على يوتيوب. اتمنى تكونوا استفدتوا معلومه او اتبسطتوا في الفلوج ده، او شويه انترتيننج، شويه محتوى علمي، شويه بنستفاد، شويه بنضحك وهكذا. وهي دي الدنيا يعني ups and downs. وبس. كان معكم محمد حلمي. Peace and out.